السلام عليكم ومرحبا بكم في قناتي وقناتكم البساطة مع عائشة. اليوم فيديو جديد ووصفة جديدة كنتمنى تجربوها وتنال الإعجاب ديالكم يا ربي. وما تنسونيش من لايك وبارطاج فضلا وليس أمرا. هنا كناخذ واحد الكمية ديال السردين يكون صغيور، كنضيف ليه القزبر يابس، الكمون والإبزار والملح، وغنضيف ليه هنايا دقيق القمح أو الفينو أو السميد. كنخلطو مزيان مزيان على هاد الشكل هذا كما كتلاحظوا حتى كيتلبس لينا كامل بديك العطريه وهذيك داك الدقيق. غنزيدو مازال. كنتمنى هاد الوصفه هادي تجربوها وتنال الاعجاب ديالكم. عرفتو جات زوينه وبنين الصراحه. هاد السردين هذا صغيور، كيكون صغيور على هاد الشكل هذا. كناخدو المقيله ديالنا كنرشوها بالزيت، كناخدو السردين على هاد الشكل هذا كنلويو بهاد الطريقه هادي وكنستفو وحده مورا وحده وحده حدا وحده بهاد الطريقه كما كتلاحظوا في الفيديو. الطريقه راها سهله وكتجي زوينه وبنين الشكل حتى الشكل ديالو زوين الصراحه. صافي كنبقى مستمره على هذا الشكل هذا، كنلوي على هذا الشكل هذا ونحطو جنب بعضياتهم على هذا الشكل حتى كندور نجيب الدوره كامله وكنعاود ندير في الوسط كما غتلاحظوا. الطريقه راه سهله، كيجي على هذا الشكل هذا. كنحطو فوق النار كنخليه حتى كيتحمر من الجهه التحتانيه، غنغطيه ونخليه حتى كيتحمر من الجهه التحتانيه كما كتلاحظوا. من بعد هنايا غادا نقلبوا، غناخذ واحد الطبسيل يكون صغير صغير هذا على هذا الشكل هذا، وغادا نقلبوه بهذه الطريقه هذه، وغادا نرجعوا للمقلاة على هذا الشكل هذا، وغادا نرجعوا فوق النار يطيب من الجهه الاخرى كما كتلاحظوا. كيجي واحد الشكل زوين محمر. صافي كنرجعوا حتى كيتحمر من الجهه التحتانيه وكنقدموه كيكون يجي على هذا الشكل هذا. وكنتمنى يعجبكم، والى اللقاء في فيديو قادم ان شاء الله.